هلو هلو، عاملين ايه؟ شتا يعني شوربة سخنة. اي نوع شوربة. هنبدأ ان شاء الله مع بعض نعمل مجموعة من الشوربات بإذن الله جديدة ومتنوعة. هنعمل النهاردة شوربة المشروم بالكريمة. هنيجي هنا في الوok بتاعتي هحط معلقة زبدة وبصلاية صغنونة قوي مقطعة كده، هشوحها وبعد كده هحط عليها فص ثوم مهروس هيتبلوا كده، وهنزل عليهم بالمشروم بتاعي. ده انا جايباه فريش بس سبته 3 4 ايام في الفريزر، يعني ما كنتش محتاجاه دلوقتي. مقطعاه كده شرايح وهخليه بقى يتشوح شويه مع البصل. هنزل عليهم بكوبايه شوربه لحمه، شوربه فراخ اللي انت بتفضليه. اهو كوبايه شوربه كده بقى، ايه عليها شويه دسم كده، تبقى حلوه جدا. طبعا هسيبها لحد ما تغلي. تمام. وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. هغطي عليها لحد ما تغلي. هجيب هنا معايا كوباية لبن تكون فيها شوية قشطة حلوين كده، هنزل عليهم بمعلقة ونص من الدقيق ونص معلقة نشا. اللي عايز يشوح الدقيق مع المشروم براحته، انا بفضل الطريقة دي. واقلبهم بقى كويس جدا. ده بيمنع ايه؟ ان الدقيق يكلكع مع الشوربة. خلاص الشوربة غليت اهي، هنزل بقى عليها باللبن ده بديل الكريمة يا جماعة. طبعا احنا عارفين ان الكريمة دلوقتي يعني بمبلغ وقدره، فده بديل الكريمة. اه حطيت اللبن كده والدقيق، هسيبها بقى على نار هادية هتغلي وهتتقل معايا. حطيت ملح وفلفل، عايزة تحطي رشة جوز الطيب حطي، بس انا الشوربة بتاعتي بتبقى مبهرة. هنا بقى حتتين قشطة بتوع وش اللبن اللي بنشيلهم ونحوشهم في الفريزر دول. شايفين بقى القوام بتاعها هتقل ازاي. هستنى بقى لحد ما النشا تدوب وهسيبها خالص. وادي شوربة المشروم جميلة جدا، مغذية، واكتر من ده كله انها بتدفي جدا في الشتاء. جربوها وبألف هنا وشفا. باي باي.